الارضيه مالتها غير صالحه للعب حقيقه. اتمنى ان تنقل المباريات لملاعب تستحق ان يكون بها الدوري العراقي. طيب كابتن خلف سريعا توقعك لاحداث الشوط الاول. والله هم الفريقين يلعبون بنفس الطريقه، يعني الفريقين يلعبون 4-3-2-1، وتحس انه ربما المباراه في الشوط الاول اذا ما كانت حذره ممكن نشاهد انه ولو جول واحد خلال الشوط الاول، لكن ربما الشوط الثاني راح يكون اكثر متعه. كابتن نبيل. اعتقد الفريقين يبحثون عن 3 نقاط، الفريقين مفتوحين راح يلعبون، وقد يكون الضغط للطلبه في بعض اوقات المباراه والطلبه يسجل. شكرا للزميل العزيز محمد حسين وللكباتن الكابتن خلف كريم والكابتن نبيل زكي. احبتي متابعي العراقيه الرياضيه في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موعد جديد بدورنا الدوري العراقي الممتاز لكره القدم موسم 21-22 الجوله الخامسه والعشرين. الطلبه يستضيف نادي اربيل على ملعب الشعب الدولي. مباراه مهمه للفريقين. الطلبه بالازرق طبعا سيكون على يمين الشاشة، بينما أربيل الضيف بالأصفر وسيلعب على يسار الشاشة. مباراة مهمة للفريقين العنيق والإمبراطور في لقاء مهم للطلبة وأربيل. الكل يعلم الطلبة الوصيف ب49 نقطة هو خلف المتصدر لحسم الدوري بشكل كبير الشرطة ب67 نقطة. هنا نزار محروس مدرب أربيل. بالمناسبة اليوم المواجهة سورية. طاقم تحكيم اللقاء زيد ثامر، يساعد حيدر عبد الحسن وعلي فاضل ومهند مناف. لقطات لبغداد الحب، بغداد السلام في هذا اليوم الربيعي الجميل. نتمنى أن تكون مباراة جميلة أيضا. إذن بالأزرق الأنيق طلبة على يمين الشاشة، وهنا أنس مخلوف مدرب الطلبة. قال لكم سورية على مستوى المدربين أنس مخلوف ونزار محروس. إذا صافرة الزيد ثامر وبداية اللقاء. مباراة لحساب الجولة 25 لموسم 21-22. الطلبة بالأزرق على يمين الشاشة يستضيف نادي أربيل بالأصفر والأسود وعلى ملعب الشعب الدولي. التحضير إدريسة لزامل محمد يمر بشكل ممتاز الكابتن، لكن بعيدة إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة الماضية لزامل. طلب الأنيق والأهازيج. محاولة الآن داخل منطقة الجزاء وتصل لدوليفان. يا وقع يقدم مباريات جميلة ومستوى رائع. محمود مشعان إلى اليسار، وقع. محاولة خطيرة وقع. الله يا وقع حرك الملعب وهز القاع بهذه اللقطة العارضة. الله يا ولد يا وقع رايحة، لكن العارضة رائعة من الأنيق ومرت. شوف وقع. الله يا وقع. وبالتالي إلى ركنية للطلبة عالية. محاولة دقيقة 10 كاد الطلبة يفتتح التسجيل. هنا المحاولة لكن تصل إلى حسين علي. حلوة المباراة. هذا وقع قادم من النفط. شوف الله وقع. رمضان سدد ونحن في شهر شعبان. والله فنان يا رمضان بهذه اللقطة. محاولة خطيرة
للطلبة مرة أخرى. وقع بنفس يعني بنفس الأسلوب. إدريسة لاحظ وقع. ستيفن بافور يلعب الكرة خطيرة 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 خطيرة. جواد، وين يا جواد؟ لاحظ المحاولة من إدريسة. نيانج ومحمد جواد أطاح بالكرة، ممكن هدف كان للطلبة لكن ضاعت. ضاعت الكرة من محمد جواد. هاي العارضة اللي وقع. اي والله اجمل لقطة في المباراة لغاية الآن. لكن شوف المراوغة والقرار والعارضة. حاول من هناك إلى ياسر، عالية وخطيرة والإبعاد هذه المرة من عدنان. فنجان تصل إلى ياسين دخول ممتاز. خطيرة خطيرة لأربيل وإلى الركنية. عدنان، حمزة يشوت. الله، حلوة المحاولة. حمزة عدنان لاعب البناء السابق، لعب موسم مع الزوراء، يقدم بهذه اليسار. خطيرة كانت لكن مرت بسلام على مرمى أربيل. تصل هذه المرة لمحمد زامل، مرور ممتاز. الله، حلوة، قاصدها ما قاصدها كانت حلوة. ضاعت على وقع لكن محمد زامل لافة وخطرة ومرت بسلام على مرمى نادي أربيل. أخطر الطلب، أفضل الطلب من نادي أربيل بهذا الشوط. طلبة حميد جواد حاول للطلبة ستيفن بافور وخطيرة وركلة جزاء. ركلة جزاء للطلبة والبطاقة. هلو فايق، هلو بطاقة لهلو وركلة جزاء. اي نعم، هلو فايق ارتكب المحظور وبالتالي ركلة جزاء. خلي نشوفها. يا هلو، والله تترك لبرنامج انت الحكم، لكن كان بها زقة، كان بها دفعة. هو فقد التوازن وسقط، ولكن يعني كانت اليد وبالتالي زيد سامر وركلة جزاء. ركلة جزاء للطلبة، ركلة جزاء. ربما وقع له ستيفن. خلينا نشوف. وقع، اي نعم وقع. عنده 8 يريدون يصل الى الهدف التاسع. وقع، يتقدم طلبة. وقع وحلوة يا حسين علي. ما كان التنفيذ جيد والتوقع، لكن برافو للحارس الشاب حسين علي. انتظروا هذا الاسم. رد بشكل ممتاز وبثقة وضاعت على الأنيق. مرتضى حاول إلى ستيفن بافور والتسديدة، لكن حلوة من حسين علي. حارس مرمى مميز. كان عندهم سرهنك اللي هو الآن مع أمانة بغداد، واحد من أبرز حراس نادي أربيل. شيركو من هناك إلى بارزان شيرزاد. بارزان إلى حكام صافرة الحكم الدولي زيد سامر تنهي أحداث شوط المباراة الأول. التعادل السلبي في لقاء الطلبة وأربيل مع إضاعة ركلة جزاء
طبعا عن طريق وقاع رمضان. ويسرني أن أكون معكم في مباراة لحساب الجولة 25 من دورينا موسم 21-22. الطلبة بالأزرق على يسار الشاشة يستضيف أربيل بالأصفر على يمين الشاشة، بينما أنس مخلوف مدرب طلبة أيضا بنفس الأسماء. الهجوم للطلبة والإبعاد من دفاعات أربيل. هجوم مرة أخرى من اليسار، حمزة عدنان الإبعاد هذه المرة ب8 أهداف، تلعب إلى دريسة، عالية من دريسة والمحاولة. هاي الفرصة الأخيرة، تحضير جيد والتسديدة لكن حلوة من حسين علي. كان ستيفن بافور، تحضير من ستيفن بافور والتسديدة والتألق من حسين علي. ينتظر سامية، غير راية، شركو كريم، فكرتها جميلة. خذوهات كان مع سامية السوري وخطيرة وخطيرة لكن إلى دوليفر. عندهم بال3-0 أفضل نتائجهم الطلبة على القوى الجوية والديوانية. عالية الكرة، محمد زامل وإلى حسين علي مع شيركو، تترك لشيركو، برزان وبعيدة من، والتوفيق للزوراء في مباراته أمام الشارجة الإماراتي، أيضا مباراة الملحق لدوري أبطال آسيا، وأيضا بالتوفيق للصقور. القوى الجوية ستيفن بافور، حطها جول زامل، محمد زامل حل المسألة. طلابي حل المسألة، فرح حلامية هلا. جول للأنيق، زامل محمد زامل يسجل بمرمى أربيل. يتقدم الطلبة عن طريق محمد زامل. لبوة للطلبة، بدأت من اللاعب الغاني زامل وهوب هاي من بغداد لأربيل. هدف جميل لمحمد زامل للطلبة. طلاب حل المسألة، فرح حلامية هلا. الطلبة يتقدم بهدف عن طريق محمد زامل. لأربيل كان جفال لكن والله هذا جفلهم. زامل بهدف جميل. محمد زامل لبة بهدف جميل. نرجع الجفال، محمد جواد يمر، خطيرة وقاع وخطيرة وضاعت هذه المرة، لكن هذه كرة محمد جواد، وقاع واصطدت بالدفاع. شيركو خطيرة، سفين ملعوبة وسهلة، فراس تمرير، ستيفن بافور تحضير والتسديدة إلى حسين علي. عملية التمرير والمحاولة اعتقد خلصت المباراة. سيطلق الصافي، انطلاق الآن من وقاع. طلبة ثاني، لكن زين علي صافرة الدولي زيد ثامر تنهي اللقاء. الطلبة يفوز طبعا على نادي أربيل بهدف عن طريق محمد زامل بالدقيقة 65. مبروك للطلبة، بيروزا للطلبة، هارد لك لأربيل، بختك باستر. إذا أحبتي متابعينا، 3 نقاط للطلبة، يصل إلى النقطة 52 ويكون وصيفا خلف الشرطة.